هات اي اهلاوي وقول له كان نفسك ايه يحصل اول ما ابو تريكة راح الاهلي، هيقول لك ياه ابو تريكة ده لو من ناشئين الاهلي او جه الاهلي مثلا يا سيدي وعنده 18 19 سنه. اهو نفس الموضوع ده حصل قبل كده، وبرضه انتقال لعيب من الترسانة للأهلي، الترسانة اللي كان من أفضل فرق الدوري إنتاجا للاعبين، ربنا رزقه بجوهرة نادرا ما تلاقي زيها في الكرة المصرية، وبرضه للأسف راح الأهلي متأخر، راح وهو 27 سنة. متخيل يعني إيه مهاجم يجي الأهلي وعنده 27 سنة؟ يمكن يبان لك دلوقتي إن الموضوع عادي، إنما زمان كانت اللعيبة بتعتزل بدري يا صاحبي. تحس يا أخي إن الحياة دي اسكريبتات وبتتعاد. الغريب في الموضوع ان مهاجم فز زي ده الاهلي ما يلقطوش بدري. فهمت، ما انا حضرت موضوع ابو تريكة. المهاجم ده من اكتر الناس اللي حببتني في الكوره، لان من اول ما وعيت على تشجيع الاهلي وعيني جت عليه. عندنا حلقه للتاريخ وتعبنا جدا عشان نحضرها لقله المعلومات للاسف اللي موجوده عن لعيب فز زي ده، فان شاء الله تعجبكم ويلا بينا ندخل في الموضوع. في قاهرة المعز لدين الله الفاطمي وتحديدا إمبابة، ويوم 11 سبتمبر سنة 63 بيتولد محمد أحمد رمضان، لأب من مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، وأم من مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية. إيه ده يا عم عصام أنت قلت إيه؟ 11 سبتمبر؟ يا صاحبي حصل 11 سبتمبر، يعني نفس مواليد المايسترو صالح سليم. يا صاحبي حصل. بدأ محمد رمضان حياته زيه زي أي لاعب موهوب في الشارع. شوارع إمبابة شهد على تقسيمات وماتشات كتير توسطها نجمنا الموهوب، واثناء احدى الماتشات وهم بيلعبوا كان ليهم صديق هو المسؤول عن الامانات، كان اسمه سعيد، يعني زي في اي شله كده بيخلي باله من اللبس من الشنط يعني الحاجات دي. وكان سعيد ده مرتضي وممشي الدنيا وبتاع، وفي يوم زي كل يوم بيدوا له حاجتهم. عمك سعيد مرضاش، قال له مالك يا صاحبي احكي لي. سيبني في حالي يا زميلي. اتاري سعيد ده يا صاحبي قدم في الترسانه واتقبل في قطاع الناشئين. قال له مش ده اللي كان بيشيل الشنط؟ يا صاحبي هو بعينه. اخوك محمد رمضان سمع الكلام من هنا، قال له اللي يخلي سعيد يلعب في الترسانه ده انا العب في ريال مدريد، ما اروح اقدم يا جدعان. وبالفعل قدم في الاختبارات سنة 76، ولما راح محمد رمضان اختبارات الترسانة لقى سعيد بيلعب باك يمين، قال والله لا نازل باك يمين، ده انا جاي لك النهارده يا عم سعيد. ولما نزل وتم اختباره كباك يمين طبعا رفضوه. يا جدعان ده كان بيشيل لنا الشنط وبيلعب معاكم دلوقتي. لا والله ما ينفع، انت مش مقبول باك يمين يا جدع، مفيش النهارده، يلا روح. ولما اسمعك دلوقتي واخصم لك حلقتين. احنا اسفين يا كابتن محمد، احنا اسفين. وبعدها لما صفصف عدد المختبرين على 20 لاعب بس ما اختاروهوش ضمن الفريق اللي تم اختياره كباك يمين، فلما قالوا مين يلعب كوينج يمين راح محمد رمضان رافع ايده، افندم انا موجود. المدرب يقول له يا ابني هو انت مش قلت انك باك رايت؟ قال له لو ما نفعتش يا كابتن مشيني. مين بقى كان حاضر الاختبارات؟ اسطوره من اساطير الرياضه المصريه، كابتن مصطفى رياض، وما ادراك ما مصطفى رياض. نزل لعب محمد رمضان الماتش وفازوا 6-1، سجل منهم 5 أهداف يا مؤمن. فأعجب بيك كابتن مصطفى رياض جدا، وطبيعي يعني موهبة شبه دي ما تترفضش، وده يبين لك لو انت عندك تميز في حاجة واتحطيت في توظيف غلط بيقضي عليك. وللعلم الأهلي رفضه في اختبار الناشئين 3 مرات وهو في سن 13 و14 و15 سنة. بقى ده يترفض يا جدعان؟ هو ايه اللي حصل؟ شيء طبيعي ان لعبه للكوره وانضمامه للترسانه هيأثر على دراسته. بالفعل كابتن محمد رمضان وصل للدراسه لمعهد الكفايه الانتاجيه، وبرضه الكوره كانت سبب انه ما يكملش في المعهد. بدأ الكابتن محمد رمضان مسيرته في الفريق الاول للترسانه موسم 80-81. اول ماتش دي كان قدام مين بقى؟ الاهلي يا صاحبي، وكان ماتش ودي. وانا كاهلاوي الحقيقه ما كنتش عايز اقول لك انه كان السبب ان الترسانه تكسب الاهلي في الماتش ده 1-0. فالقصة دي احنا مش هنحكيها، ولو انه هو اللي سجل الجول بس مش هحكيها. طب هو ليه اتشهر باسم محمد رمضان مش محمد احمد مثلا؟ محمد احمد يا صاحبي هو بتاع سندوتشات. وعموما في قصة طريفة كده هحكيها لك. وهو في الناشئين كان في الفريق محمد احمد رمضان ومحمد احمد عبده. فالمدرب قال لهم بصوا يا جدعان عشان الخيلة اللي احنا فيها دي انت هتبقى محمد رمضان وانت هتبقى محمد عبده، بلا لخبطه بلا قلب الدماغ. لعب محمد رمضان مع الترسانه من 80-89 10 مواسم متتاليه، قدم فيهم ماتشات مش طبيعيه، مهاجم من طراز فريد ونادر. وكون ان محمد رمضان يظهر في الفتره دي وهي فتره في الاساس يا صاحبي في عهد مصر مليئه بالمهاجمين، يا اخي كفايه انه طالع
والخطيب بيلعب. وما تفهمش رئيس مجلس اداره الترسانه كان عامل سحر ولا ايه عشان محدش من فرق الدوري يلمحوا كل المده دي. محدش في الدنيا يصدق ان موهبه زي دي ما يتصارعش عليها الاهلي والزمالك لمده 10 سنين. عمل خلالهم بقى ال10 سنين دول سجل مع الترسانه 76 هدف، 40 دوري، 6 كاس، 3 افريقيا ابطال الكؤوس، 3 في كاس الاتحاد التنشيطيه، 7 في البطوله العربيه، والباقي في دوري الدرجه الثانيه. واحرز مع الترسانه كاس مصر 85 86 بعد فوزهم على غزل المحله في النهائي 3-2. سجل هو هدف وصانع هدفين، يعني الراجل ساهم في ال3 أهداف. وفي موسم 88 89 يجي له عقد احتراف من نادي بيرامار البرتغالي، لكن محمد رمضان رفض كوفاء لنادي الترسانة، والرئيس مجلس ادارته خصيصة لان حصل بينهم مواقف خلت الكابتن محمد رمضان يعمل كده، وقبليها عقد احتراف من فريق يوناني. ولكن محمد رمضان اشترط عليهم ان هم مش هيختبروه. انت جيت وشفتني واقتنعت بيا، اروح اختبر ليه؟ انا العب على طول. فباظ الانتقال. عشان ربنا يكرم الحمد لله كشافين الاهلي يبداوا يصحوا من النوم وحد يفوقهم ويقول لهم انتوا اتاخرتوا 10 سنين على الراجل ده، ويقدم الاهلي فعلا عرض لضم محمد رمضان. ولكن كعاده عروض الاهلي يعني لازم حد يطلع له في البخت كده يعلي عليه، يا اخويا الاسماعيلي ما يخشش، الزمالك ما يخشش، تلاقي المصري طالع. فوقتها المصري قدم عرض اضعاف اللي مقدمه النادي الاهلي. الاهلي مقدم 30,000، المصري 70,000. ولما طلب من الحاج سيد متولي رئيس النادي المصري انه يرفع العرض 100,000 كشرط تعجيزي، قال له موافق. وخلي بالك دي السنة اللي كان داخل فيها رمضان على جواز، لأنه اتجوز سنة 90. مين بقى؟ بنت أخت الكابتن شاكر عبد الفتاح، نجم ومدرب الترسانة. ولكن تمسك رمضان بالأهلي خلاه تواصل مع الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي، ودار بينهم حديث في موضوع التفاوض وعرض النادي المصري. ولكن إرادة الكابتن محمد رمضان في النهاية هي اللي حسمت الأمور بسبب كلمة واحدة قالها له الكابتن حسن حمدي: الأهلي عايزك يا رمضان. في وقت اللي كان بيتحكم في اللعيبة انتماءاتهم مش الجنيه يا صاحبي، عشان تيجي نقطة التحول الأبرز في مسيرته. موسم 90 91 ينور محمد رمضان استاد التتش ويتزين وجهه البشوش الطيب بتيشيرت العراقة الأحمر. ولكن يا صاحبي عارف الوش الطيب البشوش ده كان يجي في الملعب ويتحول لذئب بشري مفترس. لا مدافع بقى عارف يسيطر عليه، ولا فريق عارف يوقفه، ولا مدرب عارف يتصدى لمهاجمته ليه. 90 91 أول موسم ليه مع الأهلي يسجل 14 هدف في الدوري وياخد هداف الدوري سنتها و4 أهداف في الكاس. ده واضح إن المدام كان وشها فعلا حلو عليك يا كابتن محمد. ولكن عايز أقول لك تفصيلة هنا مهمة: الأهلي في ربع نهائي الكاس هيلاعب الاتحاد، يقود محمد رمضان الأهلي للفوز على الاتحاد 1-0 ويسجل الهدف. نصعد قبل نهائي عشان نلاعب الزمالك. يلا يا عم رمضان بقى شد حيلك، الماتش ده مهم. فالأهلي فعلا يفوز 2-0، بس محمد رمضان لا يسجل الجونين يا معلم. نصعد في النهائي هنلاعب اسوان. معلش يا اخويا رمضان انا جاي لك ورقبتي قد السمسمه، عشمان في اخويا يجيب له جون كده في النهائي ويجيب لنا الكاس ونفرح كلنا. والله عناية يا عم عصام، خد الكاس اهو يا عم عصام. مبسوط يا عم عصام؟ مبسوط يا كابتن. ويفوز الاهلي 1-0 ويسجل اخويا محمد رمضان هدف. يعني ال3 ادوار كامله في الكاس محمد رمضان فيهم شايل الفريق على كتافه لمنصه التتويج. اجمالا لعب مع الاهلي 4 مواسم من 90 ل 94. تخيل اللي احنا قاعدين نتكلم عنه في حلقة كاملة في سلسلة أساطير الأهلي 4 سنين بس. خليني أحكي لك عن آخر ماتشات محمد رمضان مع الأهلي. الماتش الفيصل في الدوري، الأهلي قصاد الإسماعيلي في استاد اسكندرية يوم 18 يونيو 94. الأهلي غايب عنه الدوري 3 سنين، يعني الماتش ده لو الاهلي فاز فيه الدوري هيرجع لبيته تاني، ومحمد رمضان هيحرز اول دوري ليه مع الاهلي. وجمهور الاهلي في التوقيت ده واللي انا واحد منهم كان اعصابنا بايظه. الماتش كان مهم واداره النادي مركزه عليه ومحمسه اللعيبه، بس الخصم ما كانش فريق سهل. بالعكس الاسماعيلي في وقتها كان بيمر بفتره من افضل فتراته، وفريق تقيل ورخم بلغه الكوره. الحكم يصفر عشان الماتش يبدا. في الدقيقه 9 رمضان يسجل الهدف الاول للنادي الاهلي باسيست رائع من وليد صلاح الدين، وتتعادل كرة مرة تانية. سرور طاير عالمي من وليد صلاح الدين يقابل رمضان الكورة بشماله على الطاير وهوب الهدف التاني عشان تبقى النتيجة 2-0 في أول ربع ساعة. والحمد لله ينتهي الشوط الأول 2-0 ويبدأ الشوط التاني في الدقيقة 57 يتحسب بيلين للإسماعيلي. الناس بتاعت تقلق ده هيجيبوا هدف ويخلصوا الفارق وهيرجعوا في الماتش، ولكن بشير عبد الصمد الله يكرمه ضيع. واللي يضيع ايه؟ مظبوط
وما يعديش 7 دقايق يا اخويا الا ورمضان بيسجل الهاتريك. عرضيه من رضا عبد العال على راس محمد رمضان، ومحمد رمضان ما بيسميش، جون بيمينه وجون بشماله وجون بالراس. جبرت الرجاله والحمد لله. وفي الدقيقه 67 يقدر ايمن شوقي يسجل الرابع. خلاص الماتش اكلينيكيا خلص. ولكن كعاده الاهلي يعني بعد ما يبقى متقدم والنتيجه حلوه اللعيبه تسرح في ملكوت الله عشان يرجع الاسماعيلي ب3 اهداف ورا بعض. لكن مش الاهلي يا صاحبي اللي يخش فيه 4 اهداف في تلت ساعه، 3 ما يجراش حاجة. ويتوج رمضان بالدوري، أو نقدر نقول إن الأهلي بيتوج بالدوري بسبب محمد رمضان. ولكن بيحضر في ذهني مشهد من أكتر المشاهد المؤلمة في تاريخ الكرة المصرية وبالذات مشجعين الأهلي. ماتش الأهلي قدام أورلاندو في نهائي دوري الأبطال. أبو تريكة بيسجل جول، بيروح عادي يحتفل مع الجمهور عشان الناس كلها تتفاجأ إن أبو تريكة بيحتفل احتفال الوداع. لأول مرة كنا نشوف تريكة بيعمل الحركة دي. وفي نهاية الماتش بيخرج تريكة وينزل متعب عشان أبو تريكة يشاور للناس كلها بالوداع. أهو نفس الموقف ده كان حصل قبل كده، بس المرة الأولانية كان من محمد رمضان. ادى الأهلي درع الدوري بعد هاتريك في ماتش تاريخي، وأعلن اعتزاله بشكل مفاجئ وهو لسه ما كملش 31 سنة. مفاجأة من العيار التقيل، ما كانش حد من الجماهير متقبل اللي بيحصل ده، ولكن فات الميعاد. واللي صبر الناس شوية بعد كده انه بعد اقل من شهر بقى مدير كورة. اجمالا لعب محمد رمضان مع الاهلي 128 ماتش، احرز خلالهم 67 هدف، 44 دوري و23 في باقي البطولات. واحرز مع الاهلي دوري 94 و3 كاس مصر وبطولة كاس الكؤوس الافريقيه، يعني 5 بطولات منهم واحده قاريه في 4 سنين. انا عايزك تتخيل بقى لو كان لعب مع الاهلي الا 14 سنه كلهم، كان هيبقى في مهاجمين مش هنسمع عن اسمهم حاجه. تخيل بقى ان رمضان كان بيلعب في الاهلي وعمل كل ده في وقت كان فيه ايمن شوقي وفيليكس وحسام حسن. لو بصيت كويس للمشهد كنت هتعرف انه مش مهاجم عادي، وليه دور طبعا مع المنتخب. بداية انضمامه للمنتخب كان 84-85 مع الكابتن عبد صالح الوحش، وأحرز مع المنتخب ذهبية دورة الألعاب الإفريقية 87 في نيروبي بكينيا، بعد ما فازت مصر على كينيا في النهائي بهدف محمد رمضان، وكان هداف الدورة. ولعب مع المنتخب تصفيات كأس العالم 90، وكان من ضمن أهم أسباب تأهل المنتخب، عشان يتفاجئ الكابتن محمد رمضان في وقتها إنه مش من ضمن القايمة اللي هتسافر. ولعب مع منتخب مصر بطولة الأمم 88 و94، واعتزل في نهاية المطاف سنة 94 وهو لسه ما كملش 31 سنة، ومسجل في مسيرته مع الترسانة والأهلي والمنتخب حوالي 150 هدف. وبعد ما اشتغل سنة مدير كورة في الأهلي قرر إنه يبعد عن الرياضة، ففي سنة 95 قرر إنه يهاجر للولايات المتحدة الأمريكية عشان يبدأ بزنسه الخاص. ولكن ما يعديش سنة إلا والأهلي مرجعه تاني عشان يشتغل في قطاع الناشئين في الأهلي من 96 ل 2004 على فترتين، وبعديها مسك مدير كورة في المصري والمقاولين لحد 2007، وقرر انه يعتزل المناصب الإدارية والرياضية تاني. وفي أحد اللقاءات التلفزيونية في برنامج صفارة الحكم، المدير الفني للمصري في وقتها الكابتن محمد صلاح يتسأل ضمن الحوار عايز ايه يحصل، يقول لهم رجعوا لي محمد رمضان تاني، لغاية ما تاني الأهلي يرجعه. تقعد في بيتك، تقعد في أمريكا، تقعد في المريخ، الأهلي وقت ما يحتاجك هيجيبك عشان يتولى منصب عضو لجنة التخطيط في النادي، وبعدها يتم تعيينه أول مدير رياضي بصلاحيات أوروبية لنادي مصري، والقائم بأعمال مدير الكورة في السنة اللي احنا فيها دي 2024. الأهلي كرم الكابتن محمد رمضان وعمل له ماتش اعتزال. تخيل بقى مين لعب ضربة البداية في ماتش اعتزاله؟ الأسطورة المايسترو صالح سليم. طبعا انت مستني لقطة من لقطات عظمة الأهلي اللي احنا بنتكلم عنها كل حلقة. بعد اعتزال رمضان في أقل من شهر اتعين مدير كورة، اتعين بناء على نظرة مجلس صالح سليم فيه، وتم وضعه في المكان ده علشان يتم تجهيزه ككادر. النهاردة وبعد 22 سنة من موت صالح سليم، محمد رمضان مدير رياضي في النادي الأهلي لإنقاذ الأمور. مفيش منظومة بتنجح من الباب للطاق يا صاحبي. أزيدك من الشعر بيت، بعد توليه مدير كرة وهو لسه طازة كده، كان في مشكلة حصلت ما بين حسام حسن وعادل عبد الرحمن. الموضوع وصل للكابتن محمد رمضان غلط، فوقع عقوبة على عادل عبد الرحمن. فلما علاء عبد الصادق شهد وحكى الموقف، لقى الكابتن محمد رمضان ان غلطان هو حسام حسن، والجهاز حاول مع الكابتن محمد رمضان ان الامور تعدي من غير عقوبة.
وكمان الكابتن محمد رمضان ده كان لسه في اول كام يوم ليه يعني، فهيبدا بحسام حسن احد اهم نجوم الفرقه. فاتصل بصالح سليم، الوضع يا كابتن كذا كذا كذا. صالح سليم قال له اللائحه بتقول ايه يا رمضان؟ انا ما عنديش نجوم ولا مسميات، شوف اللائحه بتقول ايه ونفذه وانا في ظهرك. شوف العلام بقى، شوف احنا بنتكلم في عظمه عامله ازاي. فمحمد رمضان عارف انه حسام حسن من النوعيه اللي اخصم لها بس ما قعدوش دكه، فاختار الاسهل وخصم له والموضوع عدى. عشان يتفاجئ بعدها بكام يوم ان الكابتن صالح سليم بيكلمه، عملت ايه؟ قال له يا كابتن اخترت الاختيار الاسهل. قال له جدع، انا قصدت ان اكبر الموضوع في دماغك وتشوف ان صالح سليم في ظهرك، هشوف انت هتاخدك العنجهيه ولا العقلانيه. يا صاحبي بقول لك عظمه والله. من 4 سنين في برنامج ما اتسأل محمد رمضان لو الخطيب اترشح للدوره الجايه هتقف معاه ولا هتشوف مين اللي قصاده وتختار الافضل؟ قال له اقف معاه ليه؟ لما اشوف اللي قصاده الاول. انا مصلحتي هي مصلحه النادي الاهلي مش شخص بعينه، اللي هيفيد النادي الاهلي اكتر هدعمه وهقف وراه. طب لو طاهر ابو زيد اترشح قصاد الخطيب؟ فضحك كده وقال له انا ممكن اميل لطاهر ابو زيد اكتر عشان كان صاحبي، كرد سياسي يعني. والنهارده مين اللي جاب رمضان مدير رياضي اللي قايل انا هاخد طاهر ابو زيد قصاده؟ بتشوف الكلام ده فين يا صاحبي؟ في الاهلي مش في مكان تاني. شخصيه كابتن محمد رمضان من صغره عنده هدوء وثبات انفعالي رهيب، يعني اتفرج على اهدافه هتلاقي احتفالاته كلها بسيطه، اتفرج على حواراته هتلاقي راسي ومتزن والكلمة بحساب، بيفكر كويس قبل كل كلمة وعارف بيقول ايه وازاي وامتى. يا اخي وهو رايح يشوف نتيجته في الاعدادية هو وجيرانه، هم كلهم رجعوا على البيت من شدة الفرحة وهو ولا في دماغه وراح يلعب كورة. فلما رجع اخر اليوم ابوه اتخانق معاه لانه مفكروا ان هو هربان طول اليوم وكان مفكر ان هو سقط. قال له لا انا نجحت. طب يا ابني مش فرحان ليه؟ قال له يا عم عادي يعني الموضوع مش مستاهل. لدرجة ان والده من كتر ما شايفه مش فرحان راح معاه تاني يوم المدرسه عشان يتاكد هو نجح ولا لا. بعد ماتش الاسماعيلي والهاتريك التاريخي وانه خد الدوري كل اللعيبه بتحتفل مع الجمهور، وده مش اي واحد، ده الراجل جايب هاتريك. خد بعضه وراح نازل على اوضه اللبس. ما تلاقيش حدث في حياته فيه افوره ولا حاجه زياده عن اللزوم، ولازلنا بنشوف ده دلوقتي، وبنشوف صرامه وانضباط وشغل محترم، ومنتظرين لسه من الكابتن رمضان الكتير، وكلنا في ظهره وكل الدعم ليه. ايه بقى اشهر لقب اتقال على محمد رمضان وانا واثق انك ما تعرفوش؟ الثعلب الوديع. فربنا يخلينا الثعلب الوديع.